بمناسبة المواقف اللي هي بيحصل فيها، ما تحكي لنا كده موقف انت حصل مشكلة في بريمة وكانت هتغرق ولك اطلع شوف دي المشكلة. وانا في ماليزيا اترقيت، اتنقلت الاوفيس بقى خالص، رحت اه. شغلت في الاوفيس. وكان عندنا مشكله في بريمه. البريمه زي ما احنا قلنا هي سفينه عايمه ليها 3 رجلين، الثلاث رجلين بتنزل في الارض وبعد كده تبدا هي تطلع خالص فوق، ويبقى في اير جاب ما بينها وما بين الميه بمسافه كبيره، اه. يعني 20 30 متر ايا كان بقى هنطلع بمسافه قد ايه. وبعد كده اوصل بقى ان انا خلاص هريلوكيت المكان بتاعي وهتحرك وهعمل ريج موف او هتحرك بالبريمه على مكان تاني. فببدا انزل بالبريمه لحد ما ابقى عايم على الميه وابدا اطلع رجل من البريمه. طبعا اللي انا بحكيه باين اللي هو سهل، بس تطليع رجل البريمه ممكن تبقى غارزه في الارض تحت 5-10 متر تحت الارض، مم. وعشان ابدا اطلع الكلام ده الموضوع بيبقى صعب جدا، لدرجه ان انا ممكن استخدم البمبات اللي جوه البريمه اللي هي بنستخدمها في الحفر، ان انا ادخلها جوه رجلين البريمه عشان تزق تبدا معايا. تزق وتبدا تضرب لي البنتريشن اللي تحت ده وتفتح لي التربه عشان اقدر اطلع رجل البريمه من تحت. فلك ان تتخيل البريمه بالانسد وموزونه دلوقتي، ونزلت بيها لحد الميه وعايز اطلع الرجل دي، فكل ما بزقها لفوق البريمه تبدا تميل تميل تميل. طبعا الكنترول بتاع الكلام ده كله شغال بالبي ال سي، بيتحكم لي في الحاجات دي كلها. ف الرجلين نزلت ووقفت على الجنب ده وخلاص عطلت، مفيش، ما بتطلعش. مم. تطلع تطلع تطلع، مفيش، الموج بدأ يعلى، الفوركاست جاي ان في حصل اوفر تيرنينج. هيحصل ميه تاني تيجي وان ممكن يحصل مشكله، وهما بيحاولوا يتصرفوا، مفيش. كنت انا في الاوفيس ساعتها في كوالالمبور، وكانت البريمه دي موجوده في ماليزيا. انا اتحركت، اتقال لي كده من الاوفيس وانا بتحرك انت هتروح معاك 10 دقايق تشوف خلال ال10 دقايق هتعرف تطلع رجلين البريمه ولا هتعمل اباندند. اه. يعني هتخلي البريمه خلاص. من تقريبا كان في 100 شخص في البريمه، هنخلي ال 100 شخص كان نطلعهم في بامان. 200,000 دولار راحوا دلوقتي. 200,000 ايه اه ده؟ لا ده بريمه ايجار اليوم. كامله. اه. بريمه فانت كامله الراجل اصلا تروح. خوفك من قبل ما نروح. فانت رايح بهدك كبير اللي جدا، هو انا يا يعني فندم. بالظبط اللي هو يعني ربنا مش شاكر على يسهل. ثقتك الغاليه بس مش دلوقتي. طلعت، رحت طبعا بريشر عالي جدا. فضلت بقى طول الطريق سواء للمطار او من المطار بالهليكوبتر لحد البريمه، انا قاعد باللابتوب عمال بفرض كل السيناريوهات المحتمله، ايه الايرورز اللي ممكن تكون موجوده اللي وقفت دي، طب ايه السنسورز اللي جايه اللي انا اقدر اعمل عليها فورسد واعمل الغي القيمه بتاعتها او افرض قيمه من عندي بحيث ان انا اقدر اتفادى الموقف. وكنت شاكك في حاجه معينه وربنا كرم، رحت حطيت، وصلت اللابتوب، حطيت اللابتوب، عملت ران، السوفت وير اشتغل اوبريت، حركت الجويستيك لقيت الرجل طلعت. انا كنت الله اكبر. مصدق.